يعني قاعدة عامة عندنا يا ماما، أول حاجة الولد لازم يبقى عينه في عيني. لو قاعد على الكرسي عمال بيتحرك كده وكده وكده، هو اعرفي طول ما رجله شغالة أو جسمه شغال ده مش شغال. تمام؟ لازم يبقى واقف عامل لك كده وثابت عشان يقدر يسمع هو هيعالج ازاي. لو هو ده هو ما دخلش، انت ما دخلتيش قماش، ما دخلتيش المصدر الخام، هيطلع لك قماش ازاي؟ ما عندكيش قماش تفصلي، او القماش مش هيكفي، هتكملي الفستان ازاي؟ فانا عشان اعالج هنا في الجهاز العصبي لازم يدخل الكلام، ما دخلش لان الولد قاعد بيتحرك كده فما سمعش، فمش هاخد منه اي رد فعل، هاخد منه استجابه غلط. هيقعد هات الكبير يا ادم، اي حاجه جت صح جت غلط. فانا اول حاجه لازم الطفل يقف كويس، تمام، ولازم اتاكد ان هو سمعني كويس، تمام، عشان يديني رد فعل صحيح. طيب وده عشان اتحكم فيه انا لازم اتحكم في حياه ادم عموما. اقف هنا، تعالى تعالى تعالى، انت رايح فين؟ هات كذا، اعمل كذا، ودي كذا. انت هتقعد فاضي؟ لا 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 لا، اقعدي هنا حتى لو خلصنا كل حاجه، اقعد ما تحركش من مكانك. وده مش تذنيب، احنا خلاص كبرنا فرايحين مدرسه، فانت لو